ازيك يا جودي حبيبتي؟ الحمد لله يا خالة سمو، اللي عاملة ايه؟ الحمد لله. جودي، حبيت نعرض حاجة برضو من الحاجات السلبية اللي عرضناها كذا مرة مع بعضينا. وبرضو هسيبك انتي تتكلمي من اول الموضوع، بس تقولي لي برضو كالعادة اسم الموضوع اللي هنتكلم عليه. اسم الموضوع ان احنا ما نجيبش ميك اب او اكسسوارات مع اي ميك اب او اكسسوارات في المدرسة. ليه؟ لان انت يعني رايحة مدرسة، مش رايحة فرح، مش رايحة مكان، مش رايحة خروجة كده. طب يا جودي، ايه الموقف السلبي اللي حصل معاكي في المدرسة وشفتي بعض من صحباتك عملوه؟ شفت يعني بعض من صحابي، يعني جابوا ميك اب، وكمان كان من ورا مامتهم. مامتهم تمام. ما كانتش تعرف، وكانوا واخدين الميك اب من وراها وراحوا حطوه في المدرسة. والمدير لما شافهم راح اداهم فصل من المدرسة. فصل دائم ولا مؤقت يعني لا، اسبوع؟ مؤقت اسبوع. طبعا لازم كان يتخذ الاجراء ده. مينفعش كانوا ياخدوا الميك اب في مكان زي ده. يعني ايه المدرسه؟ يعني ليها قدسيتها المفروض. والمفروض ان يعني حتى لو احنا حابين نجرب الميك اب، في حاجات كده للبناتيت الصغيره تبقى صحيه، نطلب من ماما نجيبها ونجربها في البيت. ايوه. مفيش مشاكل، لو بس برضو مش وقت الدراسه. صح، اه. بتهيالي مش ده وقته، صح. اه. وعايزه اقول لك ان الميك اب دلوقتي بيضر البشره جدا، وبيعمل يعني تشققات وحاجات زي كده وبيغمق البشره. فما فيش داعي ان احنا نستخدم. احنا بشرتنا دلوقتي طبيعيه، مم. فما فيش داعي. احنا ممكن نهتم ببشرتنا بطرق تانية. ممكن في البيت نعمل بعض السكراب او مثلا ماسكات، نبقى بشرتنا تبقى نقية وجميلة واحدة جدا. تيجي في المدرسة بلبس غير لبس المدرسة. يعني والاكسسوري واحدة. برضو انتي قلتي لي اه، عليه الموضوع والاكسسوار. ده. يعني اه. احنا زمان كنا بنعمل مشكلة لو ماما لبستنا توكة مخالفة اه. علشان الميس ما تقولناش كلمة. اه. فدلوقتي كمان في اكسسوري وفي كلام من ده، فلازم وكمان نحترم كان المدرسة. بيجي مثلا يعني بيجوا ببناطيل اللي دلوقتي موضة، اللي هي بتبقى فيها قماشة تمام، بس من جوه. غير بنطلون جينز غير بنطلون غير المدرسة. بنطلون المدرسة. اه. وطبعا كل ده بيتعاقب عليه، صح ولا اه. لا؟ وكمان وحتى لبس المدرسة شكله شيك وجميل دلوقتي. وبعد. يعني مش زي زمان مرايل وكلام من ده، لا تصبر خالص ومودرن اه. وكمان حاجات جميلة خالص. اي، وكمان بيجوا بشعرهم. المفروض انت مش رايحه فرح، انت مش رايحه خطوبه. لا، اللبس بتاعنا ابيض وكحلي، يعني البسي كده. انتي التيشيرت بتاعك لونه بامبا، صح؟ اه. جميل والله. يعني اللبس دلوقتي خطير خالص، جميل. اه. ماشي يا جودي، شكرا ليكي انك انتي عرضتي حاجة سلبية علشان نتجنبها، مم. ويعني ننصح بيها اخواتنا وزمايلنا ان يعني المدرسة ليها قدسيتها. اه. شكرا. وبعدين اخرجي بره، اعملي اللي انت عايزاه. لا برضو ازاي؟ حتى لو بره لازم احافظ على المقاييس بتاعة البنت. ايوه، يعني هي بقول على اكسسوارز تمام تمام، والبناطيل والحاجات اللي الجينز. تناسب اه، السن. لابسه واللي بالسن. تناسب السن. شكرا يا جودي، ميرسي ليك يا حبيبتي. ويعني بحييك جدا على عرضك للموضوع. شكرا يا جودي. شكرا يا خالة سمولي. مع السلامة.